ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض فيديو سهل جدا وبسيط ومش مكلف بالمره خالص خالص، مش هيكلفك اي حاجه. زي ما انت شايفه كده هنعمل بهارات قشر الجمبري. ما شاء الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين طلعت تحفه ما شاء الله. وعشان كمان تعرفوا دي اول مره كنت اجربها واعملها. زي ما بقول لكم كده، انا جبت الجمبري قشرته وقلت بقى فرصة ان انا اجرب موضوع قشر الجمبري ده ونشوف يا ترى هيطلع حلو ولا لا. زي ما انتوا شايفين نشفت القشر خالص خالص. الاول طبعا غسلته كويس جدا في المصفى وسبته لما اتصفى خالص خالص، وبعد كده حطيته في المصفى وولعت الفرن عليه. زي ما انتوا شايفين كده لازم يتنشف تماما. انا جربته في الاول نشفته ورجعت جيت اطحنه، لقيته لسه عايز شوية، رجعته الفرن تاني زي ما انتوا شايفين كده لحد ما نشف خالص خالص وبقى زي القش. وكمان لما نيجي نطحنه لازم يكون برد تماما، لازم يكون برد خالص. ما نستناش مثلا انه هو لسه طالع من الفرن نطحن على طول، لا، مش هيطحن معاكي، لازم تسيبيه يبرد خالص. زي ما انتوا شايفين كده نشفته بطريقة، يعني انا غيبته شوية في الفرن، غيبته كتير وطفيت عليه الفرن ورجعت ولعت الفرن تاني وطحنته تاني وحمصته تاني. شايفين بقى لما انا طحنته بتطحن معايا بكل سهولة ازاي؟ شايفين عامل ازاي؟ زي القش بالظبط. من اسهل الطرق اللي انا جربتها. شايفين انا بفرك راس الجمبري بايدي. يعني قالوا لي ما تعمليش راس الجمبري، قلت لهم ليه؟ انا عملتها ونشفته كويس قوي قوي في الفرن. دي اهم نقطة، ان انتي تنشفيه كويس قوي في الفرن وتسيبيه بقى يبرد خالص خالص، وبعد كده تبدأي تطحنيه. زي ما انت شايفة طلع بودرة جميلة جميلة جميلة، ومش هتاخد منك وقت كتير. يعني انت هتحطيه في الفرن وتسيبيه لما ينشف ومش هياخد منك وقت خالص. شايفين ما شاء الله انا طحنته وما اخدش مني وقت خالص. وريحته بقى مش قادرة اقول لكم، انا بقيت اعطس زي ما يكون فيها فلفل اسود، كل اللي يدخل المطبخ يعطس من ريحتها. بصراحة نفاذة نفاذة وريحة قوية جدا جدا جدا. طبعا البهارات دي بتحطيها على اي حاجة انت حابة تدي طعم الجمبري الحلو ده. يعني ممكن تحطيها في تتبيلة السمك، ممكن تحطيها في شوربة البحر، هتديها طعم تاني خالص خالص. ممكن وانت بتعملي البقلاويز تحطيها مع الجمبري اللي بالسلق تحطيها. تحفة، انا جربتها في كل ده، تحفة بجد، كنز معاكي في المطبخ. الريحة مش قادرة اقولك والطعم كمان. يا رب وصفتي النهاردة تكون عجبتكم، وما تنسوش يا جماعة لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.